السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخوات. أنا معوداكم إن أنا نجيب لكم أرخص أماكن ممكن تكونوا بتدوروا عليها. النهاردة إن شاء الله نزلنا سوق بكوس وحوريكم أرخص مكان ممكن تشتروا منه قماش بالمتر أو بالكيلو أو بالحتة حسب ما انت عايزة. لو انت غاوية خياطة وبتتعلمي يبقى ما فيش طبعا، يعني مش معقولة هتروحي تشتري من التوب، لأن طبعا الأسعار غالية وهتهدري طبعا كده، انت منتش هتوفري. هوريكي مكان دلوقتي تيجي تشتري منه قماش وتتعلمي زي ما انت عايزة. احنا دلوقتي في بكوس اهو. لو انت بعيد عن بكوس اركبي الترام وانزلي محطة بكوس، لو هو الترام يعني الطريق بتاعك أو المشاريع اللي بتودي على بكوس. احنا هنا خلف محطة بكوس، أو بعد كده هتبقى محطة المترو إن شاء الله. هتمشي قصد بوابة الهلال الأحمر على إيدك الشمال، هتخش الشارع اللي في ظهر المحطة يعني. طبعا الأنقاض ديت بتاعت المحلات لما تروحي هتكون اتشالت. هتروحي تمشي بقى في الشارع دوت وتحودي في أول شارع هيقابلك من الشوارع اللي هي خلف المحطة. أول شارع على طول هنحوده منه أهو. الشارع ده متخصص بقى في بيع القماش، هو على قمته هتلاقي بتوع خضار وبتوع فراخ وكده طيور يعني. إنما الشارع دوت كمان احنا جايين بدري اهي بيبيعوا معهم. بس احنا كنا جايين الساعة 10، انت لو جيتي تعالي الظهر، تعالي لهم العصرية يعني، بس قبل العصر بقى يعني، ما تجيش بعد العصر، لا بيبدأوا يلموا حاجتهم برضو. ماشي يعني انت جيلهم بقى في الظهر، او لسه المحلات كانت لسه بتطلع حاجتها وفي بعضها قافل خالص لسه ما فتحش. هنا بقى بيبيعوا بالكيلو وبيبيعوا بالمتر وبيبيعوا بالحتة، قماش خروج وقماش وبيبقى في بتوب يعني. تفتكريش ان الحتة دي صغيرة اللي محطوطة دي، هما بيبقوا حاطين بأقل حاجة 10 متر يعني، وبلفينهم في بعض كده. وفي اتواب بيبقى فيه توب ممكن تقصلك منه اه. المتر يعني ما بين 40 و50 60. طبعا انت لو قارنت اديك بتشتروا وعارفين، لو قارنت الاسعار ديت بالمحلات هتلاقيها اقل من النص. فعلا يعني هي اقل من النص. لو مثلا عايزة تعملي حاجات للأولاد في البيت، عايزة تعملي كسوة أنتريه، عايزة تعملي حاجات كده رفيعة في البيت، خداديات مش عارفة ايه، كله هتلاقيه هنا. بس تعالي لهم على الظهرية يعني، ما تجيش لا بعد العصر قوي يعني قرب المغرب، ولا الصبح بدري. احنا كنا الساعة 10 وكانوا لسه ما طلعوش حاجتهم، وكان محلات قافلة خالص لسه ما فتحوش. لو طلعنا بقى من الشارع ده كده، الست ديت اهي سألتها أو قالت لي في بالكيلو في بالمتر في بالحتة حسب ما انت عايز. سألتها على حتة قماشة الرصاصي الفاتح ده، لأن أنا كنت جايباه يعني من بالكيلو برضو من مكان كنت موريهولكوا قبل كده. لقيتها هي أرخص، وكانت كمان يعني عايزة تراضيني يعني، تقول لي تعالي خدي اللي انت عايزاه برضو، يعني ناس كويسين جدا. لو ما طلعنا بقى ورا القطر برضو ورا المحطة لقينا محل تاني اهو بيبيع برضو ما بين 60 و70 و50 المتر اهو، للإسدالات للبس الخروج كل حاجة موجودة. وجوه المحل بقى هتلاقي حاجات أكتر. ولو فتحوا، أنا لو كنت جيت متأخرة شوية كنت هلاقي يعني، طبعا المحلات اللي بقول لكم عليها بيبيعوا
الفرش والحاجات ديّة ولبس للبيت وكل حاجة. آه. وفي حاجات بقى بتبقى بالبالة كده، اللي هي البالات اللي أنتم عارفينها، الملابس اللي بتتباع ديّة، في كل حاجة موجودة في بكوس. يا رب تكون الجولة دي عجبتكم، وإن شاء الله نيجي لكم في جولة تانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.